السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. كشفت تقارير إعلامية تونسية النقاب عن تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والترجي المقرر إقامتها على استاد حماد العقربي الملعب الأولمبي برادس. ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الترجي لاستضافة نظيره النادي الأهلي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024. وأوضحت إذاعية موزيك التونسية وفق مصادرها الخاصة أن الاجتماع الأمني الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء في مقر ولاية بن عروس لتحديد ترتيب المباراة النهائية قد أسفر عن الموافقة على حضور 27 ألف مشجع. وأكدت الإذاعة أنه سيتم طرح التذاكر بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 16 من مايو الجاري بسعر 50 دينار على التذكرة. وأشارت التقارير المنشورة وفق مصادر الإذاعة التونسية إلى أنه سيتم طرح 9150 تذكرة للبيع في ظل بيع نادي الترجي حتى الآن 17,000 اشتراك. وشهد الاجتماع الاتفاق على دخول جماهير النادي الأهلي الحاضرة لملعب رادس مجانا بشرط إظهار جواز السفر المصري. ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 25 من شهر مايو الجاري بالتوفيق للنادي الأهلي والحصول على النجمة ال12 بإذن الله.